حالة واحدة مش هتدفع فيها ال 250 جنيه، هتدفع اكتر لو انت كنت محل. ليه؟ لان القانون او التعديل الجديد لقانون الايجار القديم قال لك المحلات اللي هتدفعوا 5 امثال قيمة الايجار. طب ليه مش هتدفع 250 وبرضه نشوفها هي في منطقة متميزة، منطقة اقتصادية زي ما شرحنا الموضوع ده قبل كده؟ هقول لك لان المحل ما كانش ثابت قيمة الايجار بتاعته. انتوا عارفين المشكلة في ايه؟ ان الشقق ايجارها ثابت، اللي هو اللي بتكلم على عقود الايجار القديمة اللي هي قبل 96 اللي عليها المشاكل دلوقتي. الشقق ايجارها ثابت ما بيزيدش، مفيش زاد 10%، مفيش 5%، اللي هو ايه اللي احنا بنشوفه في الايجار الجديد. طب امال المحلات؟ لا، المحلات بتزيد. تيجي تقول لي انا ما اعرفش، اقول لك لا، دي مشكلتك، لان في قوانين اقرت زياده المحلات، وقعدنا بقى نزود لغايه لما وصلنا لقانون في الاخر قال لك هتزود 10% من قيمه الايجار سنويا. فالنهارده اي محل كان متأجر قبل 1996 ليه ايجار، والايجار بيزيد 10%. وطبعا في ناس كتير عارفه كده، وفي ناس كتير برضه مش عارفه الكلام ده. علشان كده جه في التعديل الجديد قال لك ايه؟ قال لك اي مكان مؤجر لغير غرض السكن، اللي هو كان يقصد بيه المحلات وغير، او شقه مثلا متأجره ورشه، مصنع، الكلام ده كله. قال لك الحاجات دي اللي هي الايجار القديم اللي هو قبل 96 هتزيد 5 امثال قيمه الايجار. فانت النهارده لو كنت بتدفع 50 او 60 او 200 جنيه هتضرب في 5 وهيبقى ده الايجار بتاعك. معلومه تانية، العقد هنا هينتهي مش في 7 سنين، بعد 5 سنين. ولو انت حبيت تاخد التعويض اللي الدولة قالت عليه بتقدم من يوم 1/10 على المنصة. وكان في مستندات قلتها قبل كده في فيديو مخصوص للكلام ده كله. قلنا اول حاجة بتقدم صورة من بطاقة الرقم القومي اللي ليه حق في الامتداد، بتقدم بطاقة ضريبية او بتقدم السجل التجاري، بتقدم طلب التقديم، وبتقدم عقد الايجار او ما يوازي عقد الايجار. يعني لو انت مثلا كان في ما بينك وما بين صاحب المكان اللي هو المالك مشاكل، ورحت انت رفعت قضيه في المحكمه، القضيه دي اتحكم لها بالامتداد، اتحكم لك فيها بالامتداد، او اتحكم للورثه بالامتداد، بنقدم الحكم ده مع عقد الايجار بتاعنا، ونقدم صورة بطايق الورثة كلهم او اللي ليهم حق في الامتداد. بالاضافة بتقدم شهادات ميلاد الاولاد لو هم ما عدوش ال 15، لو عدوا ال 15 سنة بتقدم صور البطايق الرقم القومي بتاعتهم. طبعا في بقى مستندات تانية ان هو لو في حالة الوفاة بتقدم شهادة الوفاة واعلام الوراثة، وشهادة وفاة واعلام وراثة مين؟ المستأجر الاصلي اللي مضى على عقد عقد الايجار. كان معاكم جورج سعد المحامي، وحلقة جديدة من برنامجك صاحب قضية. شكرا لمتابعتكم.